وفجأة اتفاجئ إن الشمعدان والساعة بيتكلموا، لكن قبل ما يستوعب اللي بيحصل الوحش ظهر وحبسه في السجن. الحصان يرجع القرية لوحده، وأول ما بيل تشوفه تفهم على طول إن باباها في خطر. من غير تفكير تركب الحصان وتخليه يرجع بيها لنفس المكان اللي ساب فيه باباها. توصل القصر وتلاقي تقية باباها وقعت على الأرض، تنادي عليه بصوت عالي وتفضل تدور لحد ما تلاقيه متحبس جوه السجن. باباها يقول لها إن القصر مسحور وإنها لازم تهرب قبل ما الوحش يجي، لكن بيل ترفض تسيبه. وفي اللحظة دي الوحش يظهر. بيل تطلب منه يسيب باباها وتقول له إنه راجل كبير ومريض ومش هيستحمل السجن. الوحش يرفض في الأول، لكن بيل تفاجئه وتقول له خدني أنا مكانه. الوحش يتصدم من طلبها ويوافق بشرط واحد، إنها ما تسيبش القصر أبدا. بيل توعده والوحش يخرج باباها ويركبوا عربية مسحورة ترجعوا بيه لحد البيت. ومن اللحظة دي بيل تبقى سجينة في القصر. الخدم يحاولوا يضمنوها ويودوها أوضة مريحة. الوحش يقول لها إنها تتحرك في القصر براحتها، بس الجناح الغربي ممنوع، ويطلب منها تتعشى معاه. بيل ترفض وتقعد تعيط في الأوضة عشان حاسة إنها اتحبست ومش هتشوف باباها تاني.